نعم. يعني يوزع الأرزاق للكل بدرجة واحدة، لكن تتفاوت، هذا حظه في الستر كذا، هذا في المال كذا، هذا في الزوجة كذا. يعني حبذا لو لخصت لنا هذه القضية حتى نكون مطمئنين البال. أنا أوافقك في هذا الطرح البديع الجميل حتى لا يتهم أحد الملك الجليل بالظلم. سبحان الله. نعم. هناك من يتهم الله بالظلم. سلم يا رب. نعم. سلم يا رب. فأقول نعم. الله تبارك وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله. مرة قسمة عادلة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. معيشتهم. والله استطراد جانبي، المعيشة والحياة في القرآن تحتاج إلى دراسة. طبعا. يقول مرة معيشة ومرة حياة، وإن نعم. دي معيشة وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان. نعم. نعم. المعيشة والحياة سبحان الله. أنا أقول لك أخي الحبيب محمد، كل لفظة في القرآن تحتاج إلى وقفة. أي والله. وتحتاج إلى دراسة. ورب الكعبة. والله. وإذا علمت أن القرآن كلام الله علمت سبب إعجازه. نعم. إعجاز بلاغي وبياني وتشريعي وتاريخي كل شيء أدبي وكل ما تحمله الكلمة معاني الإعجاز. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والقسمة هنا عادلة. فكما تفضلت منهم من يرزقه الله المال، ومنهم من يرزقه يعني لو الله. افترضنا ان رزق الله او القسمة مثلا 24 قيراط حتى نقرب الصورة. نعم. 24 قيراط، كل واحد فينا له 24 قيراط يقينا، لكن بنسب مختلفة من الأرزاق. اضرب لي مثال مثلا بهذا. أنا أضرب مثالا عمليا يا ليت رائقا جدا. أستمتع. أعرف رجلا من أهل الفضل وكنت قد ضربت له مثالا بقضية الحمام الذي يأكل الحبوب. هو نفس الرجل. ليتك عرفتنا على هذا الرجل. هو نفس الرجل. أسأل الله أن يبارك فيه. نعرف بإذن الله. وما أكثر يعني هؤلاء في الأمة. نعم. الشيء باختصار شديد. على معي 5 دقائق. طيب جميل. هذا الرجل ممن وسع الله عز وجل عليه. نعم. لكنه لم يرزق بالأولاد. الله أكبر. وحرم أيضا من الصحة. مريض. شفاه الله وعافاه. شفاه الله وعافاه. يعني على الأقل زارع كبدا، على الأقل ترقية ورفع درجة بإذن الله تعالى. الشاهد وهو يركب سيارته الفخمة الجميلة. نعم. ويقود به سائقه السيارة، مر على مجموعة من عمالين المصريين حلوين أصحاب الدم الخفيف فأول ما مر عليهم قاعدين يفطروا فول وطعمية في جزء من حديقة كده. نعم. وفي الصباح بعد الفجر، فهو ماشي هادئ يعني ومش خارج من الجامع، فسمع أحبابنا يقول أيوة يا عم، أيوة يا سيدي، هم دول الناس اللي عايشين. هكذا أيوة. أحبابنا. ويتردد هذا بالفعل. أي نعم. كلنا ذاك الرجل. فسمع بأذنيه فابتسم فقال له ارجع، فقام وقف العربية ورجع، كله جرى. نعم. فنزل قال والله تعالى يا جدع تعالى خليك راجل اقف. ففعلا عادوا إليه. نعم. وجلس معهم، ورجل جميل تواضع. نعم. جلس معهم على النجيلة على الأرض. قال مين اللي قال؟ والله يا بيه ما قلت. قال له يا واد ما تخافش خليك راجل بقى. يطلع فلان ولا علان. أنا اللي قلت. نعم. قال له طيب أنا عاوز أسألك، أنا الأول أنا راجل ربنا منن عليا بالمال، بس أنا زارع كبد وشغال بكلية واحدة، لا إله إلا الله، وما عنديش أولاد، حرمت من الأولاد، وأنا تجاوزت الآن 65 سنة. لا إله إلا الله. بس عندي فلوس تاخدها وترجعني زي. أنا بسألك أنت متجوز؟ قال له آه. قال له عندك أولاد؟ قال له الحمد لله. عندك إيه؟ قال له عندي 4 ولدين وبنتين. قال له صحتك فرق؟ قال له بومب يا بيه، بومب. قال له طيب تشيل الشيلة بتاعتي كلها واشيل شيلتك كلها؟ قال له لا يا بيه أنا راضي باللي أنا فيه. لا إله إلا الله. هذا نموذج عملي. لا إله إلا الله. والله واقعي. لا إله إلا الله. والله واقعي يا أخي. أنا ذهبت لزيارة رجل أنا لا أعرفه، لا أعرفه باختصار في دقيقة. لا براحتك سأستمع إليك سيدي. لكن الله سبحانه وتعالى مثلا إذا طبقنا المثال العملي أعطاه مثلا رزقه مال، الله يفتح عليك، وسلب منه الولد والصحة. وغيره أعطاه الصحة وأعطاه الولد وحرمه من المال. أعطاه المال اللي يكفيه. هو أقسم له بالله. قزمنا قضية الرزق أوي يا شيخ محمد. دقيقة والله. قزمنا قضية الرزق أوي. لو فهمناها بهذا المعنى استرحنا. اضرب لي المثل الثاني. المثل الثاني في دقيقة واحدة. براحتك. رجل من أهل الفضل أنا لا أعرفه. نعم. طلب أن أذهب لزيارته عن طريق بعض إخوانه، فذهبت لزيارته. هذا الرجل من الله عليه أيضا بالمال.
رزق بولد وبنت، الولد سافر إلى الكويت نعم. والبنت تزوجت، وهو في طريق عودته من الإسكندرية إلى القاهرة انقلبت به سيارته فماتت زوجته، لا إله إلا الله. وأصيب بشلل كلي كامل لم يبقى فيه إلا رأسه، يتكلم لسانه وترى عيناه وتسمع أذناه. سلم يا السائق نجاه الله جل وعلا، لم يخدش بأذى. سبحان الله. يلا معه في السيارة. في السيارة. عجيب. الشاهد عجيب. أخي نعم. سبحان الله، ذهبت لزيارته فأشر بعينه، قال هذا السرير في حجرته الخاصة للسائق، لأنه هو الذي كأن الله نجاه ليتولى رعايته وخدمته. يقف على يطعمه ويسقيه بيده ويدخله إلى دورة الماء ويطهره بيده إلى آخره. يقول لي والله يا شيخ محمد، أنا في بعض الليالي من طول النوم على ظهره أصيب بقرح الفراش. لا إله إلا الله. طبعا. فيقول أود أن أحك ظهري، بلغة المصريين أهرش. يقول لي نفسي أهرش، نفسه يهرش. عجيب. وأستحيي أنادي على السائق لأنه معايا من الصباح، فبقول أبكي، ويقسم لي بالله إنه معاه كاش في البنك 600 مليون دولار. يا الله. كاش، يقسم الله. بالله، غير العقارات والفلل والأرض يقول لي فأبكي وأقول مين ياخد 600 مليون دولار اللي في البنك ويرد لي إيد واحدة بس تتحرك أهرش بها المكان اللي أنا عاوزه. وبعدين نظر إلي وهو بيبكي وقال لي تصدق يا مولانا إن هرشة واحدة تساوي 600 مليون دولار. لا إله إلا الله. الناس مش واخدة بالها من قضية الرزق خالص خالص يا أخي الحبيب. لا إله إلا الله. والله العظيم يعني ما نحن فيه نحن في نعم لا يعلم حصرها وعدها إلا الله. ولذلك كان الصديق إذا دخل دورة المياه أو الخلاء وخرج وضع يده على بطنه وقال يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. إي والله، إي والله، صدقت صدقت. يعني عدوم كما قال في التاريخ، يقول لهارون الرشيد أرأيت شربة ماء؟ قال نعم. قال إن منعتها بكم تشتريها؟ قال أشتريها بنصف ملكي. نعم. قال فإن احتبست بكم تنزلها؟ قال بالنصف الآخر. قال ملكك بشربة ماء. قال اشرب هناك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء. أحسنت أحسنت. إذا يعني قضية الرزق أنا يطيب لي أن نكمل في الحلقة القادمة، لأنها يعني الإشكاليات حقيقة لا حرج عندي حتى نحقق فيها الأمر. بارك الله فيك، خصوصا أن مدخلها التقوى، دلالتنا على الطريق. بارك الله فيك. يعني إذا الموضوع يعني يسير بإذن الله تعالى أن يجعل كل منا من نفسه تقية لله عز وجل، أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولو حتى بشق تمرة في الدنيا تنفعه في الآخرة. وقبل أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله أذكر فقط حتى لا ينسى شبابنا أن من التقوى العمل وأن يأخذوا أيضا بالأسباب. أحسنت. نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونطلب دعاء نختم بهذه الحلقة. نسأل الله أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى. آمين يا رب. اللهم وسع أرزاقنا. آمين. اللهم وسع أرزاقنا. آمين. اللهم ارزقنا الحلال الطيب.